ماجد المالكي هوايته أوصلته إلى كتاب جينيس للأرقام القياسية ليلقب بملك العقارب محطما رقما قياسيا سابقا. ماجد أكل 22 عقربا ساما في 20 ثانية. نهاية كل أسبوع يذهب هو ورفاقه لرحلات برية ليستمتع بلون رمالها التي يعشقها، ويمارس هوايته التي أوصلته إلى كتاب جينيس للأرقام القياسية ليلقب بملك العقارب محطما رقما قياسيا سابقا بأكله 22 عقربا ساما في أقل من 20 ثانية. هوايته التي جعلته يظهر على شاشات عدة وصحف عربية وعالمية. طيب بعد ما أكلتها الآن وش تحس؟ يعني كلمنا عن طعمها. والله اللي أحس الحين وقت الحاضر ما أحس بشيء، بس بعد فترة كذا يومين 3 أيام كذا يصير عندي إحساس يجيني. إيش طيب إيش الإحساس؟ بالنشوة. نشوة إنك تاكل يعني مرة ثانية؟ لا بالنشوة، بالانتقام، أحب الانتقام يعني بالعقارب خاصة. يهوى الحياة البرية ويؤمن بأنه إذا عاش فيها لن يموت من الجوع، لأنه سيجد ما يأكله من حيوانات وحشرات برية مهما كان نوعها أو لونها. الصحراء هي حياتي، حطني في الصحراء وتركني، اللي يدب على الأرض فيها أكلها. بس احنا بالصحراء قريبة، بس يعني نقص مكان بعيد يعني زي الصمان زي ربع الخالي، خليني شهر شهرين ما عندي مشكلة. يداعب العقارب قبل أكلها دون شعور بخوف، ويؤكد بأن سم العقارب لا يؤثر على حياة الإنسان. ماجد تثيره رائحة العقارب عندما تظهر على سطح الأرض في المناطق الصحراوية، ويتطلع في المستقبل القريب لتحطيم أرقام قياسية في مجال آخر غير العقارب، ولكن لا ينقصه سوى الدعم. عبد الله الركف، العربية، الرياض.